تعال اقول لك على 7 علامات تعرف ان البنت اللي قدامك دي معجبه بيك. مش هنرغي كتير، يلا نتشات. اهلا بيكم يا جماعه في قناه سلطان اللي عملتها مخصوص عشان ما تبقاش عطلان. لو مهتم بتطوير نفسك وانك تحسن من نفسك وتكون انسان جديد، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. تعال نبدا في اول حاجه على طول. اول حاجه وهي وقفتها، سواء هي بتتكلم معاك او بتتكلم مع صحابها. لو هي واقفه واتجاهها ناحيتك او واقفه وشها ناحيتك، ايا كان الوضعيه دي او دي، تعرف انها كده مهتمه بيك وكده في اعجاب. تاني حاجه بقى وهي شكل عينيها، سواء عينها وهي بتكلمك بيبقى في تركيز مع عينك، ولو انت جيت بصيت هتلاقي عينها ودت وشها الناحيه الثانيه او ودت عينها الناحيه الثانيه، علشان ما تحاولش انها تبين لك الاعجاب ده. وفي حاجه ثانيه برضه في العين، ان النني بيوسع شويه، بس انت طبعا مش هتاخد بالك من الحوار ده قوي، لازم تركز قوي عشان تشوف الموضوع ده. تعالى بسرعه كده ندخل على ثالث حاجه، وهي انها هتحاول تلمسك باي طريقه ممكنه بقى، سواء وهي بتهزر هتخبطك على كتفك، هتحاول تستنى اي فرصه انها تلمسك فيها، حتى لو قلت نقطه بتضحك هتحاول تخبطك وهي بتضحك، بس ما تجيش زي الغشيم كده بتقول اي كلام تقوم واخد قلم على قفاك. تفتكر ان ده اعجاب؟ ده مش اعجاب خالص ده. رابع حاجه بقى وهي انها هتحاول تقلدك، يعني حاول تعمل حاجه كده هتلاقيها بعدها بشويه بتقلد الحاجه دي، سواء انت بتسرح شعرك، سواء انت بتهرش في حته معينه، هتلاقيها بتعمل نفس الحركه دي بعدها بشويه. دي لغه البودي لانجوج وعلم النفس والكلام ده كله يعني. خامس حاجه وهي انها بتهتم بنفسها قدامك، بتحاول تطلع احسن حاجه فيها قدامك انت بالذات. سادس حاجه وهي انها تتوتر في حضورك، انت لما تبقى موجود هي بتبقى متوتره شويه كده، تبقى مش على بعضها من الاخر، انت السلطان بقى. سابع حاجه بقى وهي انك هتلاحظ ابتسامتها في حضورك، وقت ما انت تبقى موجود بتلاقي الابتسامه 24 ساعه كده. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده، خلصناه بسرعه كده. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه، وزي ما بقول لك دايما انسى اللي فاتك وخليك سلطان حياتك.